وفي اللحظات اللي بتحس فيها انك عايز تهرب من كل حاجة، افتكر ان الهروب مش هيغير الواقع. يمكن يريحك ساعة او يوم، لكن بعد كده هترجع تحس بنفس الضغط ويمكن اكتر. علشان كده بدل ما تهرب حاول تواجه، حتى لو بخطوة صغيرة. ما تقولش هخلص كل حاجة مرة واحدة، لان التفكير بالطريقة دي هيتعبك اكتر. قول لنفسك انا هعمل الجزء اللي اقدر عليه، وبعد كده نشوف هنعمل ايه بعدين. الثانوية العامة مش نهاية الحياة، لكنها مرحلة مهمة جدا، وعلشان كده طبيعي تحس بالخوف، طبيعي تحس انك مش مطمن، طبيعي تحس انك قلقان من النتيجة وكلام الناس وكلام اهلك والمقارنة. لكن وسط كل ده يكون عندك صوت جواك بيقول انا هكمل، عشان الاستمرارية اهم من الكمال. في ناس كتير بتضيع وقت كبير في التفكير في اللي ناقصها، بدل ما تركز على اللي تقدر تعمله دلوقتي. تفضل تقول انا متأخرة، انا نسيت، انا ضيعت وقت. لكن الكلام ده مش هيفيد حاجة ولا هيغير حاجة. اللي ممكن يغير فعلا هو انك تقوم دلوقتي وتبدأ، حتى لو بدأت متأخر. البداية أحسن من الندم، لأن الندم شعور صعب جدا، وخصوصا لما تحس إنك كان عندك فرصة لكن ضيعتها بإيدك. علشان كده حاول تستغل كل يوم باقي، لأن كل يوم عندك فرصة تكمل وتبدأ. افتكر إنك مش محتاج تبقى مثالي علشان تنجح، انت محتاج بس تكون مستمر، وحتى لو مذاكرتك مش كاملة وحتى لو في حاجات ناقصاك، المهم إنك ما توقفش، لأن الشخص اللي بيكمل عنده فرصة أكبر من الشخص اللي استسلم. في اللحظات كتير هتحس انك لوحدك وان محدش فاهم الضغط اللي عليك، لكن الحقيقة ان في الالاف من الطلبة حاسين بنفس الاحساس، وكلهم بيمروا باللي انت بتمر بيه، وكلهم خايفين وقلقانين، وكلهم بيفكروا هل هيلحقوا ولا لا. لكن اللي بيفرق فعلا هو مين هيختار يكمل. في اقتباس مهم جدا بيقول النجاح هو مجموع الجهود الصغيرة المتكررة يوميا. ودي حقيقة جدا، لان النجاح مش بيجي من يوم او ساعة قعدتها على المكتب. النجاح بيجي من الاستمرار حتى في الايام الصعبة، حتى لو انت هتبدأ بحاجات صغيرة جدا، بس الاستمرار مهم وبيصنع الفارق. يمكن يكون عندك يوم وحش، ويمكن يكون عندك ساعات ضيعتها في الفاضي، وكان ساعتها عندك مقدرة ان انت تكمل، بس للأسف انت ضيعتها. ممكن تحس انك مش مركز، لكن ده مش معناه ان اليوم انتهى. طول ما في وقت في اليوم تقدر تبدأ من جديد، وحتى لو ضاع يوم كامل ما تقولش خلاص ارجع تاني في اليوم اللي بعده. اهم حاجة ما تخليش الخوف يوقفك، لان الخوف طبيعي، لكن المشكلة لما يتحكم فيك. حاول تخلي خوفك دافع مش سبب انك توقف، لان النجاح مش هيجي من يوم واحد او من ساعات على المكتب، لا خالص. النجاح بيجي من استمرار حتى لو في الايام الصعبة. ممكن يكون عندك يوم وحش، ممكن تضيع ساعات كتير وتحس انك مش مركز، لكن ده مش معناه ان اليوم انتهى. طول ما اليوم فيه وقت تقدر تبدأ من جديد، حتى لو آخر اليوم، وحتى لو ضاع يوم كامل ما تقولش خلاص ارجع تاني في اليوم اللي بعده. أهم حاجة ما تخليش الخوف يوقفك، لأن الخوف طبيعي، لكن المشكلة لما يتحكم فيك. حاول تخلي خوفك دافع مش سبب انك توقف، لان في الاخر كل ده بتعمله عشان نفسك والله، مش عشان حد تاني، عشان مستقبلك وعشان تحس انك حاولت بجد. وفي اخر الشهر حاول تهتم بنفسك، نام كويس، ناكل كويس، خد راحة كل ما تحتاج، لان انت مش قلق، انت محتاج طاقة عشان تكمل. لكن الراحة تكون حقيقية، مش هروب طويل يخليك تضيع وقت كتير على السوشيال ميديا عشان خاطر تاخد مسكن، وبعد المسكن ده تكتشف انك كنت في كابوس، وترجع تحس بضغط اكبر، تكتئب اكتر، وهتدخل في دوامة ملهاش اخر. اهم حاجة ما تحكمش على نفسك بأسوأ، لانك انت فعلا بتحاول، والمحاولة دي لوحدها شيء مهم. كل اللي احنا محتاجينه هو المحاولة، لان طول ما في وقت في فرصة، وطول ما انت بتحاول يبقى لسه في امل. وفي النهاية افتكر ان الثانوية عامة مش مجرد مرحلة، لكنها محتاجة منك شجاعة وصبر، محتاجة منك انك تكمل حتى وانت مرهق، وانك تقوم حتى وانت تعبان، وانك تفتح الكتاب حتى وانت مش طايق نفسك ولا طايق اللي حواليك. لان كل مرة بتختار فيها انك تكمل بدل ما تستسلم، انت بتقرب من النسخة الاقوى من نفسك، ومن النسخة اللي انت عايزها ان شاء الله في المستقبل. ويمكن دلوقتي انت مش شايف النتيجة، لكن بعد فترة هتبص وراك وتكتشف ان كل لحظة تعب كانت بتبني شخصية قوية جدا منك. وفي مقولة مشهورة بتقول ان الطريق الصعب غالبا يقود الاماكن الجميلة. وده حقيقي جدا، لان التعب اللي انت فيه دلوقتي ممكن يكون بداية لحاجة احسن بكتير قدام. فما تستسلمش، وما تقولش فات الاوان، وما تسمعش صوت الخوف جواك، وابدأ. ابدأ من مكانك، مش لازم تعمل اي حاجة، ومش لازم تستنى انك تبقى جاهز. لا، ابدأ دلوقتي وانت مش مستعد، وانت مكتئب، وانت تعبان، وانت بتعيط، مفيش وقت. وكمل باللي انت تقدر عليه. افتكر ان كل خطوة صغيرة بتعمل فرق كبير جدا.
طب احنا ليه يا ترى مش قادرين نذاكر؟ في ناس كتير بتفتكر ان المشكلة في الكسل، لكن الحقيقة اغلب الطلبة في اخر الشهر بيكونوا داخلين في ضغط نفسي كبير جدا لما بنكون حاسين ان الوقت بيخلص وانك متأخر وانك في حاجات كتير لسه ما عملتهاش والوقت بيطير. عقلك احيانا بيختار الهروب، بيختار الراحة علشان يريحك. تلاقي نفسك تمسك الموبايل او تنام او تعمل اي حاجة غير المذاكرة. السبب انك مش عايز مش السبب انك مش عايز تنجح، لا 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 خالص. السبب انك خايف تفتح الكتاب تكتشف انك نسيت او انك متأخر عن غيرك وتواجه الحقيقة المؤلمة، وده طبيعي جدا. تمام. تاني حاجة، اخر شهر مش محتاج مذاكرة كتير، هو محتاج مذاكرة ذكية. في ناس بتفتكر انك لازم تخلص كل حاجة من اول وجديد، وده يخليها تتوتر اكتر من الحقيقة. ان اخر الشهر لازم يكون في تركيز على المهم بدل ما انت تراجع كل سطر وتحفظ كل حاجة بحاجتها. لا، ركز على الدروس اللي جت عليها درجات عالية او اللي اتكررت في السنين اللي فاتت كتير، الأسئلة المتكررة والحاجات اللي المدرسين أكدوا عليها. والوقت دلوقتي محدود فلازم تستخدمه صح ابدأ ب5 دقايق بس. هتقولي 5 دقايق؟ هقولك 5 دقايق. هقولك اخدع عقلك بس بذكاء. مجرد ما تقول انا هقعد 5 دقايق بس، هتلاقي نفسك بقى عقلك بيقولك ايه الهيافة دي، 5 دقايق بس، يلا نقعد 5 دقايق. وبعدها بقى تقول طب خمس دقايق كمان 5 دقايق، 5 دقايق في 5 دقايق، هتلاقيها جرت ساعة وهتلاقيك خلصت كم كبير جدا وانت مش حاسس. وفي الوقت اللي انت ممكن كنت قاعد فيه على السوشيال ميديا بتضيع وقت عشان خاطر خايف تقوم مثلا تقعد على المذاكرة ال4 ولا ال5 ساعات دول، لان انت دماغك مكبر الموضوع ومفخمه بطريقة مبالغ فيها. بس مجرد ما هتقعد وتبدأ تذاكر وتبدأ تاخد نفسك على المذاكرة تحس ان الموضوع تافه جدا. صدقني والله، الفكرة بس انك خايف. واستخدم رابع حاجة بقى، استخدم طريقة البومودورو. طريقة البومودورو بسيطة جدا، انك تذاكر 25 دقيقة تركيز كامل وبعدها 5 دقايق بريك. دي اكتر حاجة مهمة جدا ان تخلي عقلنا يفصل، لان احنا بقينا دلوقتي من كتر استخدام السوشيال ميديا بقينا حرفيا مش عارفين نقعد على حاجة طويلة. وبقينا بنسرع الفيديوهات وبنسرع المحاضرات بطريقة مبالغ فيها. فانك تاخد 25 دقيقة دي، انت ساعتها اصلا بتكون فصلان على الاخر، فتاخد 5 دقايق بس. ال5 دقايق دول ما يكونوش مثلا انك تقعد على السوشيال ميديا او تعمل حاجات طويلة او تلهي نفسك، لان حقيقي فعلا 5 دقايق دول هيجروا 5 دقايق غيرهم، وهتلاقي هتكتشف انك قاعد ساعة على الموبايل وانت مش حاسس. فمثلا قوم اعمل لك كوباية قهوة، كوباية شاي، اتمشى شوية في الشقة، شم هوا مثلا في البلكونة، اعمل حاجة بتحبها سريعة وارجع كمل تاني. ده مهم علشان عقلك يفصل وعلشان يقدر يكمل تاني. وبنكون مكملين في حوار خداع العقل، ان انت بدل ما تقول هقعد 3 ساعات، لا انت بتقول له انا هقعد 25 دقيقة بس. فانت حرفيا بتخدعه 25 دقيقة وهخلص، بس انت بعد كده تقول 25 دقيقة تانيين تلاقي نفسك خلصت 3 ساعات وانت مش حاسس اصلا، بطريقة غير مملة خالص. وحاجة مهمة برضو، اقفل الموبايل بتاعك، اقفله خالص. اكبر عدو للتركيز في اخر شهر هو الموبايل. اشعار واحد ممكن يضيع منك نص ساعة. ده نص ساعة دي اقل حاجة، ده احنا عارفين بنضيع وقت كبير جدا. المشكلة انك بتقول هفتح دقيقة بس هرد على المسج دي، لكن الدقيقة دي بتحاول وقت كبير جدا. علشان كده حاول تحط الموبايل بعيد عنك في اوضة تانية. وكل ما تقلل المشتتات كل ما تركيزك هيبقى اعلى واحسن. حدد هدف صغير وواضح، ما تقولش هذاكر الكيمياء لان ده هدف كبير ومخيف. قول هحل 10 مسائل من الكيمياء، او هراجع باب واحد، او يعني الفكره انك مش تقول هذاكر كذا كم كبير، فاهمني؟ لا، انت الهدف اللي انت عايزه قسمه لاهداف صغيره عشان تقدر تخلص الهدف اللي انت عايزه ده، فاهمني؟ سابع حاجة، ما تضيعش وقتك في التخطيط بس. في ناس بتقعد تعمل جداول جميلة جدا وتكتب اهداف كتير جدا، لكن في الاخر مش بتبدأ. التخطيط مهم لكن التنفيذ اهم. اعمل خطة بسيطة، ما تضيعش وقتك في ان انت تعمل خطط وجداول، بعدها ابدأ فورا. لان اكبر مشكلة هو مش انك مش عارف تعمل ايه، لا خالص، المشكلة انك مأجل البداية. اعمل جدول واقعي. في اخر الشهر لازم يكون الجدول مناسب لطاقتك. يعني الصبح تذاكر مادة محتاجة تركيز جدا وبعدها تحل اسئلة، وبعد كده بالليل مراجعة خفيفة. ما تحطش اهداف مستحيلة لانك حقيقي فعلا في اخر اليوم هتحبط بطريقة بشعة انك ما قدرتش تخلص اللي انت كاتبه طول اليوم. واستخدم 9 حاجة، استخدم طريقة السؤال بدل القراءة. ناس كتير بتقرأ نفس الصفحة مرات كتير لكن ما بتفتكرش. الافضل انك تقفل الكتاب وتسأل نفسك انا فاكر ايه. حاول تشرح المعلومة كأنك بتشرح لاخوك الصغير او اختك الصغيرة، وحاول تبسطها. يعني
مثلا اتكلم مع الحيطه، ما بهزرش بجد والله، اتكلم مع الحيطه وحاول تشرح لها اللي انت فاكره. اقرا الصفحه او ذاكر الصفحه واقفل الكتاب وحاول تشرح اللي انت فاهمه للحيطه او لاخوك الصغير او لاي حد بطريقه بسيطه جدا. مثلا اخوك الصغير اختك الصغير فهمت، فانت بجد حقيقي فعلا انت كده فاهم ومتاكد ان انت خلاص كده انت فهمت اللي انت عملته. ولو ما عندكش يعني اخوات، اتكلم مع الحيطه، اتكلم مع اي حاجه، المهم ان انت تشرح. فكره انك تشرح دي وانك تكون فاهم وتفهم اللي قدامك، ده بيثبت المعلومه بشكل رهيب رهيب رهيب. واخر حاجة يا صديقي، حالتك النفسية اهم من اي خطة واهم من اي مذاكرة واهم من اي حاجة. ممكن يكون عندك افضل جدول لكن انت منهار نفسيا مش هتقدر تلتزم، علشان كده حاول تهدي نفسك، خد نفس، متجلدش ذاتك خالص. افتكر انك بتحاول، وان اخر شهر ده محتاج هدوء وثبات اكتر عشان تقدر تكمل وتعمل اللي تعمله. لان انت، خلينا نتكلم كده بطريقه واقعيه، دلوقتي لو قلقان وخايف هتعرف تركز؟ خالص مش هتعرف تركز. فانت اركن التعب والخوف والتوتر ده على جنب، وحاول تخلي تركيزك كله منصب على المذاكره، على حاجه، على هدفك. لان طبيعي الخوف والزعل والكلام ده كله هياخد من طاقتك، وهتحس انك مرهق وهتحس انك دايما تعبان وهفتان وعايز تنام. لكن لما تحس ان الموضوع عادي جدا وانت ربنا معاك، وانت طبعا طول ما انت بتحاول وبتسعى، احنا خلينا عارفين ان السعي ده علينا لكن النتيجة على ربنا، دي مش بتاعتنا. فاحنا كل ما بنسعى نبقى مطمنين، السعي يخلينا مطمنين، لكن تخاف لو انت ما بتسعاش، تخاف فعلا لو انت ما بتعملش اي خطوة. وبس كده يا اصدقائي، بتمنى ان انتوا تكونوا ان شاء الله في احسن الاماكن اللي انتوا بتتمنوها. وقولوا لي ايه رايكم في الفيديو بتاع النهارده، ويا ريت بجد تقولوا لي ايه رايكم بكل صراحه. وبحبكم جدا جدا، ومتنسوش تعملوا لايك واشتراك لو انتم مش مشتركين. وبس كده، باي حلوين.